معلومة على السريع، تحدث المدرب هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن الحالة الحالية للفريق قبل مواجهة فالنسيا ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأسباني، ومؤكدا على ضرورة تركيز اللاعبين على مصلحة الفريق والعمل بأقصى جهد. وعن حالة لامين يامال الصحية، يعاني من ألم في منطقة العانة وليس في الظهر، خضع للفحوصات ولن يكون متاحا ضد فالنسيا، ومشاركته ضد نيوكاسل غير مؤكدة. وعن حالة رافينيا ورونالدو أروخو، أعتقد أن كلاهما في حالة جيدة وعلى مستوى عالي. وعن عودة تياغو الكانتارا، أكد هانز فليك: أنا سعيد بعودته والجميع كذلك، لن يكن من السهل إقناعه، لكن خوليو ساعد كثيرا وهو مصدر خبرة وسينضم للجهاز الفني حيث يستمع له الشباب باهتمام وسيكون جزءا مهما لتحقيق النجاح. وعن جافي، يمكن أن يكون قلب الفريق ويعطي كل شيء في الملعب وللنادي، وكان لديه مخاوف بعد الإصابة الكبيرة، وأعتقد أنه يجب أن يعمل بجد ويرى تطوره دون ضغط، نحتاجه واثقا بصحته. وعن ديونغ ومارك بيرنال، لن يكونا متاحين، لكن بيرنال سيكون على دكة البدلاء، والخطوة القادمة أن يكون جاهزا للعب. أريد رؤيته في الملعب، وغدا سيكون يوما مهما بالنسبة له ويجب العناية به. وعن غياب لامين يامال، غيابه مؤسف، فقد لعب مع المنتخب وهو يعاني من الألم مما أثر على تدريباته بين المباريات. هذا لا يعكس الاهتمام باللاعبين، المنتخب لديه أفضل اللاعبين، لكن يجب الاهتمام بالشباب، هذا يثير قلقي. كان نهاية الخبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.